السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله تكونوا بخير بأفضل حال وبأفضل صحة. فينكم؟ في يعني معلش انقطعت فترة كده، اتقطعت سنتين كده ولا حاجة. بس دلوقتي راجعين بمقطع غريب شوية او فلوج غريب شوية، انه هيبقى من البيت. النهارده انا عازم اصحابي، انا اللي هو اللي مأكلنا وهو اللي مشربنا والحاجات دي كلها، فمستنيهم يجوا، وعلى ما يجوا احاول احضر الاكل وكده. وخلوكم معايا بقى ايه، لسه طالعين من الامتحانات والدنيا والعة معانا خالص. ف يلا بينا. اهلا بيكم في المطبخ. يعني مطبخ متواضع جدا ماشي. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل رز بشعريه، وهنعمل فراخ عاديه، ما مش عارف فراخ عاديه اللي هو يعني مسلوقه وبعدين هتاخد وش ما يعني هتشوفوا. وهنعمل كفته اللي هو كفته رز. مش عارف تعرفين كفته رز كفتة رز. كل حاجة جاهزة تقريبا، دجاج معانا بيفك كله زي الفل تقريبا. هنعمل بس حاجات بسيطة، ألا وهي أول حاجة إن إحنا هنقشر. تذكرت إن إحنا هنقشر وهنقطع بطاطس. أنا حاسس إن أنتوا مش شايفين، هل أنا أهم ولا الأكل؟ يعني أتوقع الأكل أهم يعني يعني استنى. يعني أتوقع يعني صح بالظبط. دلوقتي إحنا بنقشر البطاطس. بعد بقى ما نخلص ونقشرهم نقطعهم بقى كده مكعبات صغيرة عشان هنحطها مع الكفتة. مذكرين الكفتة؟ هنحطها مع الكفتة. ها دن خلاص قطعت له. يعني حاجات بسيطة كده صغيرة نعمل فيها ايه. المفروض تطبخ على طول، بس احنا لسه الشباب مفيش حد جاي خالص، فاحنا هنحط عليها مية وبعدين نسيبها على جنب نكمل في الباقي. انا ما وريتلكوش الفراخ صحيح. فين فراخ يعني ده تقريبا صدر والله اعلم. ويعني في دلع. الله اصبر على رزقك. وانا اكتشفت حاجه مهمه جدا، مفيش بصل. فهطلع اجيب بصل زي الطيبين، نعمل توم بعدها، لان هو ده اللي احنا محتاجينه. خلاص عملنا البطاطس والفراخ جاهزه والرز جاهز، بقى ان احنا نقطع البصل عشان التقليه بتاعه الكفته، ونجيب بصل تاني عشان لما نسلق الفراخ. فهي بالظبط كده. اتينا بالمؤونه. يعني وانا بشتري فكرت ان انا ممكن اعمل سلطه خضار. ليه ما اعملش سلطه؟ في خيار، في طماطم، في بصل. في ناس بتاع يعني مش عارف انتوا بتاكلوا سلطه خضار بالبصل؟ لا بس انا ممكن احط بصل، ممكن احط خيار طماطم بس عادي. يعني يلا نقطع البصل. طبعا احنا هنستخدم بصلتين، بصله للكفته وبصله للفراخ. الفراخ هنقشرها وهنسيبها، والكفته هنقشرها ونقطعها ونسيبها برضه. تعالوا اقول لكم تكنيك وانتوا بتقطعوا البصل. انتوا بتشيلوا كل حاجه فوق بس بتسيبوا الحته اللي تحت دي. الحته اللي تحت دي بقى هي اللي بتمسك البصله وانتوا بتقطعوها. واخد بالك معايا انت ولا مش واخد بالك؟ فاهو زي ما كده نحاول نقشرها ونظبطها، وهي دي اللي بتشيل اللي يعني بالظبط كده. طبعا احنا كنا بنشرح البصل بيتعمل ازاي، بس نورنا مين. اهلا وسهلا يا ابني. انت طويل قوي. اقعد ما تقفش خالص. ايوه انت كده تمام. يزر يا جماعه. اهلا وسهلا يزر يا جماعه. واحد من اللي المفروض هيطبخ معايا، بس انا مش هخليه يطبخ طبعا عشان انا شخص والشخص فكره والفكره لا تموت. اطبخ يعني حاضر. عموما انا ما بعرف أطبخ. يعني انا ممكن اقطع بصل. ادوب. انا ممكن ادوب. ماشي شغال. انا عموما ما بداتش حاجه، انا بس عمال اقطع. امسك صورني. بس اقول لك ايه فاهم، ممكن وانا بطبخ احتاج حد يصور. بص عشان تبقى في الصوره واطقم جمالي. نعم. انا هعمل رز بشعريه. رز بشعريه. طبعا. وهعمل كفته رز. كفته رز. احنا عارفين كفته اللي هو لحمه، فكفته رز هتحشيها يعني. وتحفه دي اكله مصريه اصيله. هظبطك ماشي. ماشي. وهنعمل فراخ نورمال فراخ. طبعا. وجنب الفراخ هنعمل سلطه. وجنب السلطه في يوستفندي وموز، وفي بقى كوبايه شاي بقى بعد الاكل. بص النهارده انا هتتغذى قبل ما تسافر. الله يسلمك. هتروح عند فاهم انت تتغذى يعني. نعوض اللي ما كنا في ايام الاختبارات. كنا عايشين على البطاطس والشيبسي والسناكات التافهه دي اللي حتى الحيوان ما بيعيش عليها. استغفر الله العظيم. احنا فعلا كنا مضغوطين يعني. يا ابني طب برضه يعني انا اعمل ايه؟
معقولة كده بس اتفرج عليك؟ انا هخليك تعمل ايه يعني يا ابني؟ مش عارف، ممكن احمل فرخة. ما انت هتحمل فرخه، ما انت هتعرف تحميها؟ ما هي دي الفكره. لا انا ما عنديش مانع انك تحمل فرخه، انت بتقول انك تطبخ بيض. شكرا يعني انا بطبخ ولادة. يا جماعه، دي نكت يا زلمه. في رخم انا عارف. في بيقول ان هو في رخم. انا بقول له انت بتطبخ بيض، فبيقول لي انا بطبخ ولاد الفرخه، وهو مش عارف. هو كدكتور المفروض يفهم انه البيض ده اصلا دي الدوره الشهريه بتاع الفرخه. انت عايز ايه؟ لا انا عايز ايه؟ مش عايز حاجه يا عم. انت مونسني في المطبخ. الله يسلمك. بس انت كده تمام. عملنا بصل، عملنا توم، وده ليه بتاع ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كفتة الرز. اوكي كده ضن تمام. قشطه. اللي بعده انا نسيت اعمل ايه. احنا دلوقتي المفروض نعمل الطماطم، يعني نضرب الطماطم. انا عندي خلاط صغنطوط كده، كوتشي كوتشي. المفروض ده بتاع مشروبات بقى وموز وصحه وهيلثي وبتاع، بس انا بستخدمه للطماطم ونضيف حتى. مش عارف ريحته ايه، ريحته خس. انا ما عنديش خس. 4 طماطمات هنعملهم للكفته، وهنعمل 2 للسلطه. والله بتوقف شهر 2. اسف على الازعاج. خلاط صغير بس ايه، يوضع سره في اصغر ايه اللي بتقول ايه؟ يوضع سره في اصغر خلق. اضعف خلق. شيف جدا. شيف. انت عارف الشيف الاردني؟ مش اسمه؟ مين الشيف؟ في شيف كده اردني وزعه. مش عارف قصدك ايه؟ ايه كلمه وزعه دي؟ لا انت مش وزعه، انت تمام. يزن. الله يخليك. يا اهلا. ايه الاخبار؟ يزن بيعمل سلطه يا جماعه. الله الله، رشه فنان. يا سلام. الله الله يا ابني، والله الله. تطبيل الصحاب. في كتله بصل هنا فوقها. يوديك. يلا دوق. ادوق؟ لازم دوق. بالنسبه للملح حاجيك عن ايه؟ كتر ملح. اكتر زود شويه ملح اصلا. انا عارف انك بتتعب منه، بس زود شويه ملح. حاضر. شويه فلفل. حط شويه كمون. هي يعني هي فيها بصل، مش هينفع نروح المسجد بعد البتاع ده. احنا دلوقتي اول مره حد يصورني كده. ماشي. احنا دلوقتي هنعمل فراخ، بس اول حاجه قبل ما نعملها ان احنا لازم نسخن ميه. على الميه تسخن هنقوم جايبين حله مرهقه شويه، بس حله طبعا هنحط فيها بصل، وهنشوح البتاع مع شويه زيت. بصل هنحط معاه ورق غار، ده كله لازم يشيل الريم او الزفر اللي موجود في الفراخ. طيب هنولع النار الاول. نحط شويه زيت، يعني مش كتير او كتير على حسب. نحطه على النار. بس انا افعله هو الاتي. طبعا الطريقه دي على طريقه ماي مام. ايه اللي بيحصل؟ لان هي بتقوم حاطط الفرخه تاخد صدمه، يعني تاخد وش من كده من الجلد والبتاع. تحاول تقلبها، تحط معاهم بصله وورق غار وقرنفل وهي بس. لما الزيت يحمى ونقوم حاطين الفراخ نديها صدمه على ما الايه الميه تغلي. بسم الله. طبعا على نار عاليه، لازم تبقى على نار عاليه. انتوا عشان تعرفوا قد ايه لازم طويل. شوف انا شايفيني من فوق ازاي. هتلاقي ايه؟ بصل. شايفين التأميرة؟ والله فنان. بعد ما زي ما انتم شايفين كده خدت لون، بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليها بالميه السخنه. طبعا عشان امي ما تضربنيش تقول لي نزل الميه السخنه على الجنب، ما تنزلهاش على الفرخ. حاضر. هنا بقى هتلاقوا المرحله القادمه الا وهي الريم. هو بدأ يطلع اصلا ما شاء الله. الفراخ التركيه اكتر فراخ فيها ريم في حياتك. انا لما الفراخ كده وكل شويه نشيل منها الريم نبدا نعمل ايه بقى؟ كفته. شويه زيت برضه. دلوقتي الزيت سخن هنا، نحط بقى ايه؟ توم والبصل. اول ما البصل والثوم ياخدوا لون كده ذهبي ينزل عليهم بالطماطم اللي احنا ايه ضربناها. طبعا دولت فيهم البركه. طبعا ماما هنا بتبص. دولت فيهم البركه. حط شويه ميه بالظبط. عشان تبقى الصلصه افضل برضو هحط ايه؟ معجون طماطم. الحمد لله على السلامة. أخيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أنت جبت طول يزن إمتى؟ دلوقتي بعد ما الطماطم اتسبكت الفراخ ما شاء الله عليها بتستوي، نقوم نازلين بقى إيه؟ كفتة الرز. يا جماعة أهم من الشغل تظبيط الشغل نفسه، يعني اللهم ما شاء الله. يعني ما توقعش في مكان للبطاطس صح؟ هو علميا ما ينفعش. نظريا ينفع. يا معين. الحمد لله على السلامة.
لا هو زي ما هو طويل، ما فيش ما حدش جاب طوله لسه. ان شاء الله لا، لا، عليك. اخر التحديثات دلوقتي احنا حطينا الكفته والبطاطس هنا، وهنا الفراخ قربت خلاص تستوي، فدلوقتي هنحضر لها الصوص اللي احنا هنحطه على الوش. الفكره بقى تكمن في الحاجه اللي هنحطها على الوش ايه، احنا ندخلها الفرن كده او الشوايه الهوائيه عشان تاخد وش. اول حاجه هنقوم ضايفين معلقه صلصه طماطم، شويه ميه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. خوفتني يا ابني. بكلم مين يعني؟ بكلم الموبايل. بعد ما حطينا معلقه من صلصه الطماطم وفوقها التوابل، نحط تقريبا يعني برضو معلقتين ميه سخنه ندوب فيهم بس الايه، صوص الطماطم. ده بقى اللي هيبقى على الوش لما ندخلها ايه، الشوايه. والله يا جماعه، والله يا جماعه انا عايز اوصل حاجه. المهاره هنا في الدفن، والله ما فيش هنا امكانيات، بس في جبار، واحد جبار فاهم. احلى واحد بيطبخ. ايوه. يلا بسم الله بسم الله. ايوه. ايه الاخبار؟ اخبار الشوربه ايه يا زلمه؟ بجد والله والله يسلم ايديك يا تامر. ما شاء الله. والله صح والله. شايفين يا جماعه؟ شايفين في عظمه بتتعمل هنا، في عظمه، الله اكبر. المنظر الاخير قبل ما نغرف بقى ونفترس فعلا. الكفته بالبطاطس، رز بالشعريه لسه بيتعمل، والفراخ، واحمد بيغسل المواعين. شكرا يا احمد والله شكرا. نلقاكم بقى في الاكل. يا عم هبدا معاك. واحدة اسمها ايه بيقولوا عندكم؟ واحدة ايه؟ صينية. ايه؟ واحدة طب ليه تقفلها؟ ليه رخام. اديله. ايوه كده، ايوه كده. الدنيا يلا 8. اوبا شوف يلا يا ولا. يلا بتحرق يلا. اديله. يا جماعه يزن مسافر السعوديه. حبيبي والله حبيبي. توصل بالسلامه يا رب. الله يسلمك. الله يطمنا لهم. سلمنا على اهل وها هنا لا انا صفصفت عليه انا وانت. بس افترق الصحاب، وان شاء الله نتمنى وصول يزن بالسلامه. ده اول شيء طبعا يعني ان شاء الله. والمره الجايه يا اهو اكيد طبعا. بالبصمه. عيب يا ولد. خلاص يا عم ماشي. تم. نورتوني والله وشرفتوني، حبيبي وكان والله يوم يحفظك. لذيذ وكان فلوج جميل. انت لو وصلت لغايه دلوقتي وانت بتتفرج فتنساش زيد تعمل. خيرا. استنى، هو جزيته خير ده كده يعني انت ده انت لازم. ربنا يكرمك يا ابني والله العظيم. انك تصبر علينا ده. احنا كحيانين. فما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. الانستجرام بتاع احمد كذلك هيبقى تحت، وانا انستجرامي تحت، والشباب برضو ان احمد. شاء الله حابين نعمل بس حاجه كده هيكون في مفاجاه ايوه تخصنا احنا. آه. لا داعي ان احنا نتكلم عنها دلوقتي حاليا، ايوه. ولكن في مفاجاه، يعني في مفاجاه. انتظروا، عارف انت بالظبط. قرع الطبول بالظبط بالظبط. تنظر بقى المفاجاه دي، فهتلاقوا الحسابات كلها تحت. وشكرا ان انت شفتيني لغايه دلوقتي. ان شاء الله نشوفكم في فلوجات تانية. السلام عليكم. لا دي مش طريقتي، والله غلط عيب والله عيب. امال ايه؟ والسلام عليكم.